السلام عليكم ومرحبا بكم سيغ ماشين هدى دادو فيديو جديده. قبل ما نبداو لا فيديو كالعاده ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي وتخلوا لي رايكم على هاد لا غوسيت في لي كومونتير وتبارطاجيوها مع اصدقائكم. لا فيديو تاع اليوم خيرت لكم حلوه جافه كيما راكم تشوفوا تجي تذوب في الفم. هذه الحلوه ما فيهاش سكر في لاباط، يعني ما راحش نعجنوا فيها السكر وما فيهاش البيض وفيها حبيبات جبن. تبعوني وان شاء الله تستفادوا. الحاجه الاولى راح نطيب السيرو. ندير كيله تاع سكر كريستاليزي مع كيله تاع الماء ونخليهم يغليو دي مينوت با بلوس. خلوه يغلي دي مينوت. بعد ما يغلي نزيد له نص علبه تاع كونفيتور دابريكو. يعني هاد الشربات اللي راح نخدموها هذه هي اللي راح نستعملوها باش نشربوا الجاتو ديالنا باش يدي حلاوتها وباش يساعدنا باش يلصق لنا الكوفريط. نبدا نحضر العجينه. هنايا حطيت 250 غرام تاع مارغرين تكون طريه، زدت لها ملعقه صغيره تاع لافاني، نزيد عليها 4 حبيبات تاع الجبن. انايا لهنايا استعملت لافاش كيري، يعني هو يصلح مليح في هاد لا غوسيت. تقدروا ديروا لو بربر مي جو بريفير لافاش كيري. قلت لكم هاد الوصفه ما فيها لا سكر لا بيض، يعني هاد الحلوه راح تجي حشيشه. كيما على بالكم السكر كي يكون بزياده في الوصفه يبسها شويه. هذه راح نعتمدوا فقط على حلاوه الشربات وهذاك المعجون، حلاوه هذاك السيرو والمعجون. فوالا نضرب هذوك المقادير بالباتور شويه، يعني لازم هاد الخطوه باش الفرماج يدخل مع المارغرين، يدخل فيها مليح. ما تضربوهمش بزاف، جوست يدخل خلاص حبسوا يتجانسوا مع بعضهم. فوالا دوكا نزيد باقي المقادير. انا لهنايا زدت 100 غرام تاع مايزينا نغربلها، زدت عليهم 10 غرامات تاع خميره كيميائيه ولا ما يعادل كيس خميره، ونزيد عليهم 350 غرام تاع فارينه نزيدها بالتدريج. لهنايا 350 غرام تاع فارينه. انا لهنايا هاد المقادير داولي بالضبط 350 غرام فارينه، وانتوما شوفوا على حساب الفارينه ديالكم الا تشرب ولا لا. انا دات لي بالضبط 350 غرام، يعني ما درتوش ناشف بزاف. هنايا سيغو ديالي بعد ما جازو 10 دقائق راهو غلا عقاد. نزيد له نص علبه تاع معجون المشمش. فوالا زدت له نص باطه تاع كونفيتور دابريكو ونخليه دو كوتي. نروح نكمل نعجن العجين ديالي. هنايا نلمو نشوف. تعرفوا باللي العجينه خلاص دات حقها تاع الفارينه كي تشوفوا هاد الديطاشات بالصلادي ديالكم وتنحات وحدها من يديكم، يعني بلا ما تنحوها نتوما تلقاوها تتنحى وحدها من بين يديكم. هنايا تعرفوا باللي العجين دا حقو تاع الفارينه. انايا قلت لكم دات لي 350 غرام فارينه و100 غرام مايزينا. فوالا نلمها، ما تنشفوهاش بزاف. وهذا هو العجين، شوفوا يكون شباب يكون طري. العجينه هذه ما تحتاج تريح، لموها وخلاص. فوالا هذه هي. هنايا نبدا نوزن العجينه. وزنتها 25 غرام، يعني شاك بول درتها 25 غرام. انا لهنايا دار لي 27 حبه هاد الكميه. نبداو نشكلوا الحلوه ديالنا. نبداو نشكلوها بهذه الطريقه، راني نضغط على الاطراف ونخلي الوسط ديالها خشين شويه. كاين اللي يديروه هليلات، هذا نوع من الحلويات. انا نفضلو بهذا الشكل.
فوالا شوفوا كيفاش يتشكل، يعني ساهل. تضغطوا على الاطراف ترققوهم، والوسط تخلوه خشين شويه. يعني هذا القاطو هايل بزاف للقهوه تاع العشيه، مليح ويحبوه الصغار. نحط الحلوى هذه الطيب على فرن 150 درجة، طيب لكم 15 دقيقة. يعني راهم حبات صغار ماشي كبار ورقاق، ما راحش يطولوا في الطياب. شوفوا الحلوى ديالنا كيفاش طابت محمرة شوية، حمروها شوية، ما تخلوهاش بيضة باش يدخلها طياب. فوالا شوفوا كيفاش حمرتها شوية من الفوق ومن تحت تاني راهي طيبة شابة. نخلوها تبرد مليح يعني. وهذيك الشربات اللي وجدناها تاع السكر والماء ومن بعد زدنا لها المعجون، هذيك تكون دافيه، لازم تكون دافيه باش الحلوه ديالنا تشربها. هاي ليك دفيتها شويه. شوفوا القوام ديالها كيفاش يكون. ولا هنايا عندي قفريط هذا رحيته، شوفوا كيفاش ترحالي شباب. يترحى هكا ماشي معجن على حسب نوعيه القفريط. انا هذا هو القفريط اللي استعملته، هذه لا مارك شوفوها. فوالا هذا هو بينو، يدير 10 دينار الباكي. انايا لهنايا رحيت خمسة باكيات هكذا. ما تستعملوش اي قفريط، من الاحسن تستعملوا هذا. ولا الا تعرفوا كاش ماركه تاع قفريط ما يعجنش، يعني الا عجن لكم القفريط ما راحش يجيكم الشكل تاع الكاطو ديالكم شباب. انا هذا القفريط عجبني باسكو لا كولور ديالو شابه وما عجن ليش، يعني رحيتو فاسيلمون. كي رحيتو شوفوا كيفاش خرج شباب بلا ما صيرتو والو، خرج شباب باسكو ناشف ما فيهش بزاف لا كريم. الوغ قعد لي مليح. لهنايا راني نشرب في الحلوى ديالي، نشربها في هذاك السيرو اللي خدمناه بالسكر والكونفيتور. نخلي هاد الحلوى تتشرب انفيرون 10 سكوند هكذاك تتشرب. ما تشربوهاش بزاف سينو تولي تتفتت لكم وحدها، باسكو من بعد كي تريح راح تزيد تشرب. نلوح الحلوى مباشرة في القفريط المفتت، يعني بلا ما نقطرها بزاف من السيغو هذاك، نلوحها في القفريط باش تشد فيه. هاد الحلوى كي تدي الحموضه تاع مربى المشمش وتتغطى بالقفريط راح يجي الذوق ديالها بنين بزاف، وما راحش تكون حلوه باسكو كيما شتو العجين ماشي حلو، يعني تدي حلاوه شويه برك تاع هذيك المربى والسيغو. فوالا راني نلبس فيها بالقفريط عادي. خلطوها يعني بالعقل برك، ما تمسوهاش بزاف بيديكم باسكو هذا الكاطو يجي هشيش. فوالا نلبسو. ننفضلو كامل الزائد تاع القفريط ونحطو في صينيه. فوالا نحي كامل هذاك الزائد. هنايا دوبت شوكولا اولي، انا كنت نديرو بشوكولا نواغ، اليوم كانت عندي شوكولا اولي الوغ درتو بها. دوبتها في الميكرووند، انا توجور شوكولا ندوبها في الميكرووند. وزدت لها 2 ملاعق تاع الزيت. هنايا دوبت 150 غرام تاع شوكولا اولي، وزدت لها 2 ملاعق تاع الزيت. وراني ندير في الاطراف برك تاع هذا الكاطو. يعني نصيحه، هذا الكاطو ما تغطسوهش في الشوكولا، الا غطستوه ما راح تشد فيه وراح يطيح لكم الفتات تاع القفريت كامل في الشوكولا ويفسدها لكم. الوغ ديروا كيما راني ندير هكذايا. وهذا هو الكاطو ديالنا بعد ما نشفت الشوكولا ديالو. كيما راكم تشوفوا خرج شباب هايل بريزونطابل. كيما قلت لكم خرج لي 27 حبه. جيسبر تكون عجبتكم هاد الوصفه، وتخلوا لي تعليقاتكم، وجيسبر تشاركوا واش راكم تخدموا من وصفاتي في الجروب. راني خليته لكم الرابط تاع الجروب في صندوق الوصف. خليت لكم المقادير تاع هاد الوصفه تاني في صندوق الوصف.
ما تنساوش ديروا لي جيم على هاد لا فيديو وتشاركوها في لي ريزو سوسيو. الى الملتقى ان شاء الله في وصفة جديدة، والسلام عليكم.